السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة لكم كل اللي انتوا بتتمنوه. دايما بنقول لكم استخدموا الكركم، استخدموا الكركم، استخدموا الكركم. ودايما بنأكد عليكم ان الكركم ده حاجة مهمة جدا بالنسبة للطيور ولها فوائد كبيرة، لكن احنا دايما بنقدمه علشان نزود انتاج البيض، وبنقول لك ان الكركم ده بيزود انتاج البيض. لكن الغريب واللي انا جاي اكد عليه النهارده ان الكركم له فوائد كتيره جدا، اهم من وجهة نظري من فكره ان هو بيزود انتاج البيض. لذلك احنا خصصنا الحلقه دي مخصوص لعشبه الكركم، نبات الكركم. ايه الفوائد بتاعته اللي بتفيد الطيور اللي عندنا ايا كان نوع الطيور؟ مش شرط بياضه، مش شرط فراخ، مش شرط اي نوع، وز بط حمام، كله بيستفيد من الكركم والفوائد هنشرحها بالتفصيل. لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. اول حاجة بيفيدها الكركم او بيفيد فيها الكركم هو الجهاز المناعي. الجهاز المناعي بيستفيد بنسبة كبيرة جدا من الكركم. يعني حضرتك دلوقتي لو بتستمر عليه بشكل دوري او بشكل منتظم، اللي هو كل اسبوع مثلا مرة او مرتين، هتلاحظ بشكل كبير، وهتلاحظ فرق كبير جدا في الجهاز المناعي بتاع الطائر. طيب واحد يسألني يقول لي طب الجهاز المناعي ده بنقيسه ازاي؟ يعني هل في ترمومتر الجهاز المناعي؟ اقول لك لا طبعا، مفيش ترمومتر في الجهاز المناعي، لكن ترمومتر الجهاز المناعي هو صحة الطائر. هل الطائر بيتصاب بأمراض؟ هل الطائر انتاجه بيقل؟ هل الطائر نشاطه بيقل؟ هل الطائر عنده التهابات؟ هل الطائر عنده اي مشكلة تتعلق بالجهاز المناعي، سواء مشكلة فيروسية او بكتيرية او من اي اتجاه؟ لو مفيش يبقى الجهاز المناعي شغال كويس، لان كده كده الطيور عايشة اصلا في ظروف صعبة جدا وظروف مش نظيفة بنسبة 100%، لانه كده كده هو انت لو نظفت الفرشة تحتيه هيوسخها تاني وهتفضل البكتيريا موجودة حواليه. فلو جهازه المناعي مش شغال كويس هتلاقيه بيتصاب بسهولة جدا. فاستخدام الكركم هيقوي الجهاز المناعي. كمان الكركم بيعالج وبيعمل وقاية ضد الاحتباس الحراري في فصل الصيف، وطبعا احنا مش في الصيف دلوقتي لكن خليها معلومة عندك. وبرضو الكركم ده مضاد حيوي بيقاوم اي هجوم بكتيريا على الفراخ البيضاء، الفراخ البيضاء. لذلك اصحاب المشاريع اللي بيربوا فراخ بيضاء وعاملين بقى ايه مشاريع تسمين وبيبيعوا كده دايما بيستخدموا الكركم. وحضرتك تلاحظ ان الفراخ نفسها بيبقى فيها طعم الكركم لان هما ما يستغنوش عنه. كمان الكركم ده بيعالج اثار تآكل جدار المعدة في حالات الاصابة بالديدان المعوية للفراخ. طب ما كل الفراخ بتتصاب بالديدان المعوية، كل الفراخ عندها ديدان، ما فيش فراخ ما عندهاش ديدان. اي فراخ بتاكل برسيم بشكل مستمر لازم تكون انت محافظ عليها من الديدان اللي في معدتها، ولازم كمان تديها نسبة من البروتين عالية مع البرسيم. فطبيعي جدا حضرتك ايه لازم تحافظ على كل المشاكل دي وتحافظ على جدار المعدة باستخدام الكركم. الكركم كمان بيعالج نزلات البرد بتاعت الطيور، وبيعالج التهاب الجهاز التنفسي، وبيعمل على علاج اصابات الكنكر في الدجاج على المدى البعيد، وبيستخدم كوقاية من الإصابات الفطرية، وبيطرد السموم من الجهاز الهضمي. كل الفوائد دي موجودة مع الكركم، زيادة على إنه بيزود إنتاج البيض. يعني ولسه ده أنا هقول لك حاجات تانية مهمة. يعني بعيدا عن فكرة إن هو بيزود إنتاج البيض، في فوائد جبارة للكركم. لكن الكركم بيعمل بشكل مختلف شوية. يعني بيعمل أثناء فترة استقبال الكتاكيت، يعني بالأخص في فترة التحضيم، تمام. وبرضه له فوائد مع في فترة لما الطائر يكبر مثلا، او الكتكوت لما يكبر شويه يعدي الشهر، وبعد كده لما تبقى فرخه بياضه مثلا. كل فتره لها استخدامها ولها فوائدها. اثناء فتره استقبال الكتاكيت وبالاخص في فتره التحضير بيخرج الكتكوت من الفأس وهو معرض للكثير من الأوبئة والأمراض، وبالأخص الأمراض التنفسية. لذلك من فوائد الكركم للكتاكيت خلال فترة الاستقبال إنه يعني يعمل كمضاد حيوي طبيعي لمواجهة العدوى، تمام. وله فوائد كتيرة في فترة التحضير. يعني فوائد الكركم للكتاكيت في فترة التحضير انه مثلا ايه منشط هام جدا، منشط مهم جدا في بناء الجهاز المناعي بتاع الكتكوت. لان الكتكوت وهو صغير انت بتبقى خايف على اول حاجة خايف عليها ايه؟ مناعته لو ضعفت في الفترة دي هو مش هيكبر، هو مش هي، صحته مش هتبقى كويسة، هيتعرض لأمراض بسهولة، هيموت.
هيحصل نفوق، نسبة نفوق عالية. والكتاكيت طبعا سهل جدا ان يحصل لها النفوق لان هي ضعيفة، غير الفراخ الكبيرة بتقدر تستحمل، الكتاكيت بتبقى ضعيفة. فلازم حضرتك تستعمل ايه؟ تستعمل الكركم في الفترة دي علشان تحافظ على الطيور من النفوق ومن الامراض. تمام. برضو هو يعني بعد ما يتخلص الكتكوت من كيس المح هو بيحتاج جرعة مناعة، والكركم بيساعده بنسبة كبيرة في الموضوع ده لأنه مش بياخد تغذية من الأم. تمام. وبرضه بيواجه بعض الأمراض البكتيرية زي الكوكسيديا والكوليستريديا، ويعتبر عشب واقي للكتاكيت في أول 15 يوم من العمر. اول 15 يوم من عمر الكتاكيت بتبقى في امس الحاجه لاي عشبه زي الكركم بيعمل كمضاد حيوي طبيعي في مواجهه بعض الفيروسات التنفسيه، وبيساعد الكتكوت في مواجهه نزلات البرد في فصول الشتاء. يعني فوائد فعلا جباره وفوائد متنوعه. الموضوع مش بس انتاج بيض يا جماعه، الموضوع فعلا يعني زي ما قلت لكم في الفيديو، احنا دايما بنقول لكم استخدموا الكركم علشان تزودوا انتاج البيض. لا، هو ليه فوائد مختلفة عن الموضوع بتاع انتاج البيض، وله فوائد فعلا انا من وجهة نظري لا تقل اهمية عن زيادة الانتاج. ما هو الطائر ده انت لو ما حافظتش على صحته وما حافظتش على مناعته وقدرته على البقاء وعلى العطاء، فهو الانتاج بتاعه هيقل. زي ما بنقول دايما الفرخة من دول مش زي الماسورة تحط لها اكل من ناحية تطلع لك انتاج من الناحية، لا هي مش كده. انت بتحط لها فايدة من الناحية اليمين مثلا تطلع لك صحة وانتاج من الناحية الشمال. ما ممكن تطلع لك بيض فاسد او بيض ما يديكش فايدة وما يديكش صحة. فالكركم مهم جدا في الموضوع ده. برضو من فوائد الكركم للكتاكيت انه بيعالج جميع الالتهابات بما في ذلك التهاب السرة عند الكتاكيت. يعني ايه الكلام ده؟ التهاب السرة ده مرض كبير جدا وصعب جدا وخطر جدا، وبيديك اشارة ان الكتكوت ده خلاص كده انتهى، يحصل له تقزم بعد كده، مش هينمو بشكل كامل، هيفضل صغير كده يعني قزم، يعني شبه الاقزام. تمام. هيعيش فترة قصيرة، ولو طول برضه هيبقى ضعيف جدا، مش هيعرف ياكل مع القطيع حواليه، مش هيعرف يعيش عيشة طبيعية. فممكن لو عاش يعني انت مش هتعرف تستفيد منه، حتى مش هتعرف تذبحه وتاكله لانه ملوش فايدة. فكل ده ملوش لازمة، كل ده ملوش لازمة وانت مش بتستفيد بالطيور اللي عندك لو ما استخدمتش الكركم. هو بقى بيعالج موضوع التهاب السر، هو بيعالج مشكلة التهاب السرة اللي بتنشأ يعني عن أسباب كتيرة جدا اتكلمنا عنها في فيديوهات سابقة، زي الاستعجال على إخراج الكتكوت من البيضة، وحاجات كتيرة تانية ممكن تكون بكتيرية وانتقال عدوى من الفرخة للبيض ومن نشرة البيض للكتكوت وكل التفاصيل دي. فاستخدام الكركم هيكون سهل جدا ومفيد جدا. تستخدمه عادي 5 جرام على كيلو العلف أو بالكتير 10 جرام على كيلو العلف، هيكفي بنسبة 100%. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول عن طريق إشعارات مباشرة ليك من يوتيوب. ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.